احنا عايزين نقول لكم اصدقائي ان احنا معانا امثله وتجارب من الاستاذه انتصار بتتكلم عنهم. معانا ناس تواصلوا مع الحمله وبداوا يسوقوا افكارهم من خلال الصفحه الخاصه بالفيسبوك بتاعت استاذه انتصار. فمعانا نماذج ايجابيه جيده. انا حقيقي لما دخلت وشفت المنتجات بتاعتهم انبهرت. ويمكن استاذه انتصار فوجئت ان انا بكلمها ومعايا ناس فعلا طبعا اخترناهم. معانا مين يا محمد على التليفون؟ معانا رانيا، معانا هند بقى. هند من الناس الجميله اللي عندها هوايه فن وصناعه الجلود. وحقيقي انا دخلت على صفحه هند وعجبت جدا بكذا منتج من اللي هي عرضاه، وكنت بسالها. لا والله ده اول حاجه طلبتها من هند، قلت لها انا عايزه كذا وكذا وكذا، وما شاء الله عليها. اللي بسطني قوي وفرحني ان هي بتقول لي انا عندي طلبيات والوقت يعني كتير لسه عقبال ما المنتج بتاعك يخلص شويه، فاتبسطت. هند معايا على الهوا دلوقتي. اهلا بيكي يا هند معايا. اهلا ازيك؟ اهلا بيكي هند حسين، مبدعه ومنتجه جلود. كل حاجه بقى في الجلود يا هند انتي بتصنعيها صح كده؟ تمام. كل حاجه انا اللي بعملها بايدك يعني هاند ميد من الالف للياء كله. ما طيب. عنديش مكنه خالص. ما شاء الله عليكي، وده اجمل كمان. هند عايزه اقول لكم يا اصدقائي، هند حسين شغاله بقالها 5 سنين. كانت بدايه ان هي كل ما بتشتري شنطه مهما كانت غاليه او ماركه معروفه مش بتكمل السيزون وممكن تكون اتقشرت، وده طبعا يعني خلاها تفكر هي ليه ما تعملش شنط بنفسها، هي ليه ما تكونش جلد طبيعي، ليه ما تكونش مميزه في شغل الهاند ميد. وبعد كده هند طورت نفسها وخدت كورس اتعلمت فيه مبادئ بسيطة قوي، وبعد كده كملت عن طريق التجربة واليوتيوب وعلمت نفسها بنفسها. تجربة رائدة بنقدمها لكم يا بنات مصر ويا سيدات مصر في الشغل وازاي تبدعوا في شغلكم. مصري ما يغلبش لو كان عنده بالظبط. هند انا مش عايزة اقول اكتر من كده، اشرحي لي انت بقى بدأتي ازاي وواصلة فين لغاية دلوقتي؟ بصي، هو بداية زي ما انت قلتي يا أميرة كده، انا اخدت مبادئ، لان انا يعني ابدا حاجه ابداها صح، ما اخشش كده وانا مش فاهمه الدنيا فيها ايه بالظبط. فكان لازم حد يقطع الحروف. بعد كده انا بدات اعلم نفسي بنفسي. بصي، اليوتيوب في اي حاجه تتخيليها، اللي عايز يتعلم حاجه بيعرف يتعلمها وهو قاعد في البيت. زائد ان طبعا الاستاذه اللي علمتني مشكوره يعني، يعني هي لحد الان والله يعني انا بس، وهي يعني لحد دلوقتي طبعا بتساعدني وعلى راسي من فوق ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله يعني اخدته منها. انا لما حد بيسالني في مجالي اي يعني شغال في نفس المجال، انا لا يمكن ادخل عليه معلومه. بصي، ما حدش بياخد شغل حد يعني اللي بعمله ده الحمد لله بيترد لي يعني بعد كده. طب الحمد لله. انا يعني بشجعها ان اللي عنده معلومه يحاول يشجع بيها الناس. انا لما حد بيبعت لي شغل وبلاقي عنده اي يعني ملاحظه، بقول له دي الملاحظه دي كذا وتصليحها كذا، اعمل كذا عشان ما يحصلش الغلطه دي تاني. هند انت كنتي بتشتغلي قبل كده؟ انا كنت بشتغل مهندسه ديكور. مهندسه ديكور يعني برضو في مجال الفن والموهبه. قولي لي قدرتي تساعدي نفسك ازاي بالشغل صناعه الجلود وطورت منك قد ايه؟ هو طبعا التطور جه بالتمرين وان انا كنت كل حاجه بعملها بحب ان هي تطلع بيرفكت ما فيهاش غلط. يعني بشتغل كل قطعه كأن دي اول قطعه واخر قطعه هشتغل. ده خلى ان يعني يمكن ده ميزني شويه، ان الحاجه الفينش بتاعها ممكن لك ان مش معموله بمكنه، ممكن تتخيلي ان هي معموله بمكنه، لكن انت بنفسك اللي بتعمليها. الخياطه يدوي، التخريم يدوي. انا بجيب الجلد زي يعني كماده خام اوليه خالص، وببدا بقى اشتغل عليها، برسم عليها، بلون عليها، بعمل اي حاجه يعني فاهماني. الاول كنت بشتغل محافظ وحاجات صغيره يعني، بدات بعد كده اشتغل شنط، بعد كده اخش بقى في الحاجه اللي هي يعني قريبه شويه من دراستي وشغلي الاساسي. بدات عارفه يا هند، انت يا هند مش من الناس اللي راسلت الصفحه، انت من الناس اللي انا جبتك دورت عليكي وجبتك من جمال شغلك عشان تبقي عارفه يعني. الله يخليكي، شرفت بيكي والله، وخليتيني انا كمان يا هند انا اللي اتواصل معاكي مباشره وهي اختارتك برضه ما شاء الله، ربنا يزيدك. هند قولي لي، مشكله كل السيدات المنتجات التسويق، او يعني طبعا. دايما عندهم مشكله ان هم عندهم هوايه وبيعرفوا يشتغلوا حلو قوي بس ما بيسووش المنتجات بتاعتهم. انت عملتي ايه؟
بصي انا هقول لك حاجه، طبعا انا زي الناس كلها كان عندي مشكله التسويق، مشكله كبيره. كان قدامي حل من الاثنين بقى، يا اما انا اخد حاجتي وانزل معارض، ودي لو مش معمل لها تسويق برضو كويس ما بتنجحش. وانا برضو وقتي ضيق شويه، فما كانش موضوع المعارض ده نافع معايا يعني، ولازم يبقى عندي انتاج كبير، ولازم يبقى فيه راس مال عشان اقدر اعمل الانتاج ده. طبعا ده برضو مش سهل في الاول. فبدات ان انا اشتغل عن طريق الانترنت، صفحه على الفيسبوك زي ما الناس كلها بتعمل. بدات بقى يعني صحابي واصحاب صحابي، وانت لما بتعملي شغل حلو ومتقن هو بيسوق نفسه بنفسه. بالظبط صح. يعني انت شفتي حاجه مع فلان الفلاني، الله الحاجه دي حلوه، مين اللي عاملها؟ ده الشخص ده اللي عاملها، يبدا يتواصل معايا. فاهماني بالظبط يعني. انا نصيحتي للناس اشتغل كويس. الناس هيدوروا عليك. نعم، الناس هتدور عليكي بالظبط كده. يعني انا يعني الواحد بيبني حاجه بيتعب فيها في الاول، واستخدام الوسائل التكنولوجيه المتمثله في مواقع السوشيال دي مهمه طبعا. ده يعني الناس شغاله كده. يعني انا ما عنديش جاليري، ما عنديش مكان ثابت بعرض فيه. دلوقتي لحد ما بدات انزل معارض. انا اصلا من اسكندريه بس بدات انزل معارض في القاهره. يعني المعارض الدوليه الى حد كبير، يعني لان انا نظرا لضيق الوقت فبضطر ان انا يعني القويه ان انا انزل فيها. بس دي كانت مشكله في مشكله ثانيه بقى انا بتواجهني انا شخصيا، مش عارفه، واعتقد ان هي برضه بتواجه الناس. قولي لي يا هند ايه المشكله الثانيه؟ العماله. انا طبعا شغاله زي ما قلت لك من 5 سنين، فالحمد لله وصلت. انا يعني عندي الحمد لله اوردرات كتير ومحتاجه عمال، محتاجه عماله. طب ايه، ما فيش عماله ولا ايه؟ ما فيش عماله. معقول؟ تخيلي بقى ما فيش عماله. ده احنا بنشتكي يا جماعه، اغلبهم الناس بيقولوا فين الشغل؟ لا والله ما فيش عماله. محتاجه حد او يساعد. العماله المتوفره المتاحه للاسف مش بالكفاءه الكافيه ان هي تشيل لي شغل. يعني انت بتشتغلي لوحدك دلوقتي يا هند؟ والله عندي ممكن شخصين بقى بيساعدوني، 3 بس، يعني واحد ثابت ومتغيرين. بدات مثلا اختار طلبه جامعه في الصيف. يعني انت نفسك تطوري الشغل اكتر وتوسعيه، بس العماله برضو مش مساعداكي. انا مشكلتي دلوقتي الوحيده يعني الحمد لله موضوع التسويق بقى الى حد كتير قوي. انا مشكلتي اتحلت في التسويق. مشكلتي بقى اللي بتواجهني دلوقتي العماله، ان انا محتاجه عماله قويه، عندها كفاءه، عندها التزام بالمواعيد، عندها بتشتغل بضمير قوي زي ما انا بشتغل بضمير قوي. فعايزه اللي يشتغل معايا يبقى زيي عشان يطلع في النهايه شغل تمام. اقدر انا مبسوطه، مش مكسوفه منه ولا خايفه يطلع فيه ديفو ولا حاجه. لا، ده انا بحط. وبعدين لو عمل ديفو في منتج خلاص خسرك، يعني القصه بالنسبه لك بيخسرك. لو المنتج فيه ديفو او حاجه بتخسري طبعا، لان انت عايزه يعني بالظبط. بضطر اعيده، فبيضيع لي وقتي وبيضيع لي خاماتي وبيضيع لي فلوس وبيضيع كل حاجه. هند تقولي ايه للسيدات؟ وانا حقيقي بقابلهم كتير اللي عندهم هوايه وعندهم فعلا مقدره ان هم يعتمدوا على نفسهم ويخلقوا مشروعات خاصه بيهم ويقدروا ان هم يحققوا ذاتهم. تقول لهم ايه بقى يعني في هذه التجربه اللي انت اشتغلتي عليها من 5 سنين ولغايه دلوقتي؟ بصي انا يعني اقول لهم اشتغلوا على نفسهم. اللي عنده هوايه يطورها بالعلم، بالتجربه، يشوف تجارب الناس. انا يعني طبعا اقصد بتجارب الناس يعني التجربه، مش يقلد شغلهم، لان ده برضو كان مشكله عند ناس كتير ان الناس بتاخد شغل بعض. اشوف نماذج قدامي واحاول ان انا يعني اسال، ما فيهاش حاجه. انا لو حد سالني مثلا عملت ازاي، والله انا برد على الناس كلها. وفي زي كتير على فكره، في ناس كتير قوي بتقول خبرتها لغيرها عشان دي اسمها زكاة علم، يعني فعلا بتبقى النتيجه بتاعتها حلوه جدا. نعم، زكاة العلم بقول لك كويسه قوي انك تطلعي من علمك وخبراتك للناس. هيبقى تعودي كورسات كمان. يعني انا دلوقتي بدات ادي كورسات من حوالي سنه او اكتر. تمام. يعني بدرس اللي انا اتعلمته ده، بدات ادرسه للناس. يعني حلو قوي انك يعني بتنفعي اللي حواليك. في ناس على فكره عملت مشروع والمشروع بتاعها نجح وعامل صدى كويس برضه. الناس الطلبه اللي عندي يعني. هند، يا ترى ده غير من حياتك شويه، او يعني ايه التغيير اللي انت شايفاه اتغير فيكي من بعد ما بداتي الشغل ده؟ هو طبعا طاقتي طلعت في حاجه مفيده ليا ولغيري. لان بقول اللي عندي ده لحد تاني ممكن يعمل مشروع، والحد التاني ده ممكن يدرس كمان. يعني الحمد لله علمي بينتشر. فده طبعا حاجه بسطاني. وانا لما بشوف حد منتج من تحت ايدي انا طب اقول لك بصراحه، بتكسبي كويس يا هند من المشروع ده؟ الحمد لله. الحمد لله. المشروع هو اللي شايل نفسه.
لا، هو بس شايل نفسه، بصراحة هل بتستفيدي برضو؟ يعني هو شايل نفسه اكيد، هل بتستفيدي من ده المطلوب، ان احنا بنقول للسيدات والفتيات اللي بيسمعونا تقدري تكسبي من غير ما تستني توظيف ولا تستني اعلان، تقدري من خلال نفسك انك تشتغلي. صح. هكسب فلوس وهكسب كمان راحه نفسيه وانبساط، لان انا بعمل حاجه بحبها، بعمل هوايه. انا هوايتي طلعت منها شغل وطلعت منها فلوس. اللي بيسمعنا دلوقتي يا هند يقدر يوصل لك ازاي؟ نعم. اللي بيسمعنا دلوقتي يقدر يوصل لك ازاي؟ انا رقم تليفوني موجود، اللي يقدر يكلمني شخصيا. اللي عايز يستفيد من خبرتك ومن علمك، واللي ممكن عايز يشتري، يعني عايزين قول لنا كده المواقع، او من خلال ايه نقدر نتواصل معاكي، او كل اللي بيسمعنا يقدر يتواصل معاكي. مصر بقى. في طبعا من خلال صفحه ام يا مصر وعندك انت كمان اعتقد جروب. تمام. اسمه ايه؟ اسمه اتش ليفر كرافت. تاني معلش نسمعها تاني. اسمه اتش ليفر كرافت. تمام كده. وده الموقع التسويقي الوحيد ليكي ولا في اي حاجه تانية؟ يعني هو ده اللي انا مسؤوله عنه وبرد عليه. طبعا انا يعني المنتجات بتاعتي موجوده في كذا مكان تاني في القاهره موجود في منافذ توزيع في القاهره وفي اسكندريه؟ في، بس مش كتير، يعني مش كتير. وعدد الحاجات اللي موجوده يعني مش للبيع، انا حطاها بغرض العرض. جميل جدا. مثلا يعني ممكن في ناس ما بتحبش تشتري حاجه ما شافتهاش، فمهما كان التصوير ممكن انا طبعا ما بعملش حاجه الصور زي ما هي مصورات نزلها على طول، ما فيهاش اي ادت ولا لعبه الالوان ولا لعبه اي حاجه خالص. هي لا، على الواقع هي بل يعني الكومنت اللي بيجيني ان الحاجه شكلها احلى من التصوير. جميل. هند انا سعيده بالتجربه بتاعتك جدا، واحنا النهارده كنا معاكي لانك نموذج جميل من النماذج الحلوه، وشغلك حلو جدا يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ان شغلها بسم الله ما شاء الله عليه، في الجلود وفي الشنط وفي اي ميداليات ومحفظه وكل حاجه بصراحه. يعني بصراحه انت فنانه وفعلا يعني مهندسه ديكور رائعه، واتمنى لك يا رب كده ونسمع عنك كل خير، واللي طلبته منك يخلص يا هند. حاضر. على الهوا اهو. شكرا ليكي ووجودك معايا النهارده، واتمنى لك يا رب كل خير وتتابعي معانا دايما. شكرا ليكي يا هند. ان شاء الله. واشكر استاذه انتصار، هي طبعا اللي عرفتني بيكي وعرفتني بالحمله بتاعتك. انا اتشرفت بيكي يا وان شاء الله نتقابل قريب والدنيا تظبط ومصر تقوم ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكي يا هند. ان هي وهي أسوأ من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.